السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من قناة ديما تي في سبور. في الفيديو غنشوفوا إعلامي مصري كينصف اللاعب المغربي محمد الشيبي بعد الظلم اللي تعرض ليه من الاتحاد المصري لكرة القدم. كنعرفوا بأن الاتحاد المصري أصدر حكما بإيقاف اللاعب المغربي 6 مباريات، وكذلك تغريمه مبلغ 100,000 جنيه مصري. غادي نسمعوا في هذا الفيديو اشنو قال هذا الاعلامي المصري على الخروقات ديال الاتحاد المصري لكرة القدم في حق محمد الشيبي ولجوء فريق بيراميدز المصري الى الفيفا لاخذ حق اللاعب المغربي. خليكم تشاهدوا الفيديو ونرجعوا من بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الكرام، ألتقي بحضراتكم في حلقة جديدة ودايما بكون سعيد مع حضراتكم. اسمحوا لي حضراتكم أن أنا أواصل الكلام عن أزمة محمد الشيبي وحسين شحات. الأزمة اللي هي تسود الشارع المصري وحديث الشارع الرياضي حتى الآن، لما حدث من أشياء كثيرة وأحداث وتفاصيل كثيرة، منها الحكم من محكمة الجنح مدينة نصر اللي قررت حبس حسين الشحات سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 100,000 جنيه ومنعه ممارسة أي نشاط رياضي. ده حكم المحكمة. لكن اللي خلى الشارع الرياضي بيغلي أكتر وفي كلام كتير في الشارع الرياضي هي قرارات اتحاد كرة القدم اللي عقد جلسة طارئة لمجلس الإدارة عشان يناقش مشكلة محمد الشيبي فقط. وانتهى الاجتماع الطارئ لاتحاد كرة القدم بإيقاف محمد الشيبي لمدة 6 مباريات وتغريمه 100,000 جنيه. وهذا الكلام ده أثار جدل كتير ولن يكون في مصلحة الكرة المصرية. هقول لحضراتكم طبعا اتحاد كرة القدم أرسل خطاب بالأمس بالليل لنادي بيراميدز، بيقول له احنا عاقبناه واحنا برسلنا لكم قبل كده وقلنا لكم احنا هنوقف الشيبي علشان لجأ للقضاء في ازمته مع حسين الشحات. وقال له احنا اخبرناكم في 3 اعتقد ابريل بالموضوع ده، واحنا قررنا خلاص وقفنا لكم الشيبي 6 ماتشات وغرمناه 100,000 جنيه. 6 ماتشات طبعا بعد عودة الشيبي من منتخب بلاد ومنتخب المغرب واستئناف النشاط عشان الأجندة الدولية، هيكون إيقافه استغرق 42 يوم. طيب، هل هناك جديد؟ هناك جديد. الجديد حضراتكم إن المؤسسات الدولية بتعترف بحق اللاعب والحكم ورئيس النادي وأي حد باللجوء للقضاء طالما هناك مسألة لها علاقة، ليس لها علاقة بكرة القدم. كرة القدم اللي هي ايه؟ اللي هي الفنيات كرة القدم. وتم التواصل مع الاتحاد الدولي وكانت في آراء جاية من الاتحاد الدولي، آراء صادمة لاتحاد الأستاذ جمال علام. الأستاذ جمال علام اللي بيرتعد عندما تحدث هناك مشكلة، اللي بيترعب لما تكون عليه ضغوط من النادي الأهلي، وخد قرار عجيب وغريب في الكرة المصرية، انتصار للجاني وذبح الضحيه. ذبح الضحيه هو محمد الشيبي. فالكلام اللي جالنا من الاتحاد الدولي بعد التواصل مع الاتحاد الدولي، الكلام اللي جالنا ان القرار اللي خده اتحاد كرة القدم يتم الغائه بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم، لانه قرار مبني على باطل ملوش حيثيات، وليس من حق اتحاد كرة القدم يعاقب لاعب لجأ للقضاء. تاني الكلام اللي اتقال كده، ليس من حق اتحاد كرة القدم يعاقب لاعب لجأ للقضاء. عشان كده الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الايام اللي جايه مباشرة هيكون قراره بعد وصول شكوى نادي بيراميدز المصحوبة بحكم القضائي اللي تقدم الاتحاد الدولي، هيتم رفع الايقاف عن محمد الشيبي. ودي صدمة هتكون الأستاذ جمال علام واتحاده ومجلسه، وصدمة للكرة المصرية. احنا عندنا حالة من الفوضى وحالة من العشوائية، فدي هتكون ايه الصدمة الكبيرة، لأن احنا مش عارفين ندير الكرة المصرية وفقا للقانون ووفقا للوائح المعمول بها. طيب، هل محمد الشيبي لما لجأ للقضاء هو دهس اللوائح؟ لا. طب سؤال تاني، هل اتحاد الكرة المصري أقوى من الاتحاد الفرنسي؟ لا. هل الكرة المصرية والمؤسسة الكرة المصرية اللي هو اتحاد الكرة، اتحاد جمال علام الجبلاية، أقوى من الاتحاد الفرنسي؟ لا.
انا هقول لحضراتكم حكم محكمه صدر في الكره الفرنسيه، نفس المشهد حصل في الدوري الفرنسي، نفس الاحداث اللي وقعت بين حسين الشحات وبين محمد الشيبي حصلت في الدوري الفرنسي. انا بقول لحضراتكم ده عشان ما حدش يطلع، لان احنا دلوقتي عندنا خوابير لوائح كتير جدا، كل واحد بيفسر الكلام حسب انتمائه. فهقول لحضراتكم محكمة باريس الجنائية قضت بحبس اللاعب البرازيلي برانداو مهاجم نادي باستيا وتغريمه 25,000 يورو لاعتدائه بالضرب والسب على اتياجو موتا لاعب باريس سان جيرمان. ايه حضراتكم؟ حبس شهر مع النفاذ وتغريمه 25,000 يورو. شهر مع النفاذ، مش ايقاف تنفيذ، لا، هيدخل السجن وهينفذ العقوبة ويدفع الغرامة علشان اعتدى على موتا لاعب نادي باريس سان جيرمان. ماشي حضراتكم؟ طيب هل نادي باستيا قال لما طلب اتحاد الكرة الفرنسي الحقونا واللاعب بتاعنا وما يتحبسش وازاي يدخل السجن وازاي يجيب له عيش وحلاوة؟ اطلاقا اطلاقا ما حصلش كده. ولكن اتحاد كرة القدم ده قال لك ده حكم قضائي ومن حق اللاعب يلجأ للقضاء علشان اللي هو اللجأ للقضاء اللي هو تياجو موتا قدم للمحكمة الجنائية عمل جنحة ضد لاعب باستيا وكسب القضية واتعاقب لاعب باستيا بالسجن شهر مع النفاذ وغرامة 25,000 يورو. حد يقول لي احنا اشمعنى احنا مختلفين على العالم كله؟ فالقرار اللي خده اتحاد كرة القدم من وجهة نظري هو حماية للبلطجة، حماية للترويع، حماية وترخيص لكل أي لاعب بأنه يعتدي على حد، يعتدي على لاعب زميله، يعتدي على حكم، يعتدي على رئيس نادي، على عضو مجلس إدارة. يعني اتحاد كرة القدم بيقدم إبداع جديد في الكرة في العالم، بيدي ترخيص للجاني، اضرب واحنا هنحميك، اعتدي واحنا هنحميك. فاتحاد كرة القدم يحمي البلطجة والصدمة في قرار الفيفا اللي هتسمعوه حضراتكم بعد أيام برفع العقاب عن محمد الشيبي. محمد الشيبي مش هيتوقف ولا يوم واحد ومش هيدفع الغرامة 100,000 جنيه. طيب هتقولي لي هل اتحاد الكورة هينفذ تعليمات الاتحاد الدولي؟ هينفذها، ولو ما نفذهاش هتيجي لجنة تدير الكرة المصرية. حرام عليكم العبث ده، بتفسروا كل حاجة على أهوائكم. حضراتكم بتحموا البلطجة وبتحموا الترويع بتعملوا ايه؟ انت عندك حالة من الرعب، امشي وحد يدير المؤسسة المصرية اللي هي مؤسسة اتحاد كرة القدم. انما ما حدث هو عيب وعوار في الكرة المصرية، والسبب في هذه الأزمة هو اتحاد كرة القدم المرتعش زي ما قلت حضراتكم، اللي أنا فسرت قراره اللي طلع امبارح اللي صدر امبارح ضد محمد الشيبي انه حمايه للبلطجه وحمايه للترويع والسب والاعتداء، وما ينفعش ده. وانا ضربت حضراتكم مثل من الدوري الفرنسي والقرار الصادم رفع العقوبه عن محمد الشيبي. حبيت بس افصل لحضراتكم، وكل جديد بشان هذه الازمه انا هقدمه لحضراتكم. شكرا ونلتقي في حلقه جديده. أصدقائي كما شاهدتوا في الفيديو إعلامي مصري كيهضر على قضية الساعة بمصر، وهي معاقبة اللاعب المغربي محمد الشيبي ب6 مباريات كإيقاف، وكذلك تغريمه مبلغ 100,000 جنيه مصري. سمعنا في الفيديو شنو قال على الخروقات ديال الاتحاد المصري لكرة القدم، وأنه ما احترمش قوانين الاتحاد، واللي كتخول للاعب المغربي محمد الشيبي أنه يلجأ للقضاء المصري المدني. كنعرفوا الظلم اللي تعرض ليه محمد الشيبي في المباراة اللي جمعت فريق الأهلي المصري وبيراميدز، تعرض للاعتداء من لاعب الأهلي حسين الشحات اللي قام بصفع اللاعب المغربي. بعدها قام محمد الشيبي باللجوء للقضاء المدني. من المنتظر أن فريق بيراميدز سيلجأ إلى الفيفا للمطالبة بحقوق لاعبه المغربي محمد الشيبي. أصدقائي إلى هنا كانت هذا الفيديو، كنتمنى أنكم تدعمونا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتوصلوا بالجديد دائما، وشكرا لكم.